أهلا يا جماعة، عاملين إيه؟ معاكم القس أنطونيو جونيور، وفيديو النهاردة زي ما شفتوا في العنوان هيكون فيديو شيق جدا. فيديو غالبا مش متعودين نتكلم عنه، بس كنت هنا بتكلم مع مارتينو بوزيلا صديقي العزيز، وإحنا شفنا إن الموضوع ده مهم جدا لأن في زيجات كتير بتعاني بسبب الموضوع الجنسي ده، صح؟ أنا حتى هزرته وقلت له إننا دلوقتي هنتكلم عن الجنس المسيحي بالظبط، لأنه الجنس المسيحي صح. المفروض يكون ليه معايير مختلفة عن الجنس الدنيوي زي ما احنا شايفين الدنيا حوالينا. صح. كأن كل حاجة بقت بتدور حوالين الجنس. يتهيالك ان الدنيا بقت اكتر واكتر مليانة اثارة، واحنا ما ينفعش نسكت عن الموضوع ده. صح. الاسبوع ده شفت شهادة بنت اتعرضت لاعتداء جنسي جوه بيتها من ابناء عمومتها، صح؟ لسنين كتير وهي عمرها ما سمعت عن الجنس جوه عيلتها. صح. مش عارف اذا كانت مسيحية ولا لا، بس دلوقتي هي بتدي محاضرات وأهم حاجة بتقولها: يا أهالي اتكلموا مع أولادكم عن الجنس، صح؟ عشان لو احنا ما اتكلمناش الدنيا هتتكلم. واحنا شايفين الإباحية مسيطرة على كل حاجة، كل 4 بحثات، صح؟ الموضوع متأكدين منه، 4 بحثات على جوجل واحدة منهم ليها علاقة بالإباحية. يعني الدنيا كلها بقت منفتحة والجنس بقى موضوع مفتوح، صح؟ فاحنا هنتكلم عن شوية مواضيع ايه اللي ينفع صح. بين الزوجين، صح. وكنت أحب إنك تتكلم شوية برضو. طيب قبل أي حاجة كنت عايز أقول إن الجنس هدية من ربنا. الجنس لا، الجنس مش بس للتكاثر. لو ربنا كان عايز الجنس يكون بس للتكاثر ما كانش هيخلق المتعة. يبقى الجنس فعلا هو تعبير عن الحب، هو علاقة ربنا خلقها علشان تتعاش جوه عهد. العهد بين الراجل والست اللي بيتعهدوا قدام ربنا إنهم بيعيشوا لبعض طول العمر. والمتعة دي اللي بنحس بيها هي اللي بتجمعنا. لما الكتاب المقدس بيقول إنه الجنس بيخلينا جسد واحد، صح، مع مراتنا، ده لأنك في الآخر بتستسلم وبتكشف نفسك وبتدي كل اللي عندك لشخص التاني. دي علاقة انت ما عندكهاش، مش عندك مع ابنك ولا مع صاحبك ولا مع أي حد تاني. يعني الجنس نعمة كبيرة. الجنس مش خطيئة ومش لازم يتشاف كخطيئة. دلوقتي أنا مش هقدر أكون جازم، وأظن أن الكتاب المقدس مش واضح قوي في الموضوع ده. فلو عندك رأي مختلف عن رأيي سامحني واعمل اللي انت شايفه صح. بس في رأيي أنا شايف أنه الكتاب المقدس بيدعم مثلا الجنس الفموي. لما الكتاب المقدس بيقول إن في سفر الراجل الأمثال لازم يستمتع بثديين الست، لو بصيت لوظيفة الثدي مش أكتر من إنه للرضاعة، موجودة عشان يرضع الطفل. وهنا بتلاقي الكتاب المقدس بيقول وسليمان بيتكلم إن الرجالة لازم يستمتعوا بثديين زوجة صباهم. يعني ده الجنس الفموي. وبما إنه جنس فموي أنا شايف الجنس الفموي كحاجة مسموح بها. أي نوع من أنواع الجنس الفموي. ناس بتقول إن بقانا ده معمول بس علشان نسبح ربنا. أيوة. طيب والبوسة كمان الجنس الفموي، مش كده؟ لأن الفم منطقة مثيرة والتقبيل حاجة رائعة، لأنه دي وضعية بتخليك تبص في عيون مراتك أو لو أنت ست جوزك، وبالطريقة دي بيبقى في تقارب بينكم. فبشوف إن الجنس الفموي ليه أصل في الكتاب المقدس. أيوة، الكتاب المقدس ما ذكرش ده، صح. الناس كتير بتسأل كده، طب الكتاب المقدس بيقول إيه عن الموضوع ده؟ الكتاب المقدس مش بيشرح كل حاجة بالتفصيل، لأنه لو كان شرح كان هيبقى كتاب ضخم جدا، صح. بس الكتاب المقدس دايما بيخلينا نحلل الأمور صح. من وجهة نظره، صح، من المنطق السليم، صح. في حاجات تنفع وفي حاجات ما تنفعش. انت اتكلمت عن الثديين، صح، بس أكيد في أجزاء تانية أيوة، في الجسم زي اللي هو المهبل نفسه، يعني العضو الذكري. أيوة. أنا مش شايف إن في مشكلة في موضوع الجنس الفموي. هيبقى في ناس كتير هتنتقدنا وهتقول لأ وإن ده حرام. مرة تانية، لو الموضوع ده عندك عليه تابو أو حواجز خليه زي ما هو دلوقتي أنا شخصيا أنا فاهم إن لو ربنا خلق مناطق حساسة اللي مش لازم تكون للمكان المحدد ده، زي مثلا في حالة الثدي للرضاعة وممكن يتستخدم كده،
فده بيفتح مجال إننا نصدق إن ربنا بيسمح بالجنس الفموي بأشكاله وكمان بطرق مختلفة بالظبط. دلوقتي بس علشان أدي رأيي بخصوص موضوع الجنس الشرجي، أنا شايف إنه الجنس الشرجي أنا شايف إنه مؤلم، هو بيوجع، هو طريقة بتسبب أمراض كبيرة، أمراض خطيرة، لأن الشرج مش معمول لكده. دي وجهة نظر، ماشي؟ أنا بحترم رأيك، لو ليك رأي تاني ما تزعلش مني، وأنا كمان مش هحكم عليك عشان كده. أنا شايف إن الجنس الشرجي بيجرح، وربنا هو ما خلقش أهو. الجنس علشان يجرح حد. فيا جماعة، اللي أنا مؤمن بيه هو إن قبل أي حاجة الاختيار لازم يكون وانت بتفكر في التاني. بالزبط. كتير من الجوازات الأزواج في الكنيسة بييجوا يتكلموا معايا، الست بتقول أنا مش عايز أعمل جنس شرجي وجوزي عايز يخليني أعمل كده غصب عني. يا جماعة، المسيحية بتعلمنا نحب التاني ونحاول نسعده ونديله الخير. يعني لو مراتك مش بتحب كده سيبك منه، مفيش مشكلة دلوقتي. في جانب تاني كمان، صح يا جونينيو، لأنك ذكرت نص كنت عايزك تقرأ اللي بيتكلم، لأن في ستات كتير لسبب ما مش بيحبوا الجنس، وده بيخليهم كمان. أيوة، أنا مش بنكر ده، مش صاحبي. بنكر ده. الزوج ومش مش بس بس كده. الزوجة، أوقات الزوج هو اللي مش بيحب والزوجة هي اللي بتحب، وبكده بيبطلوا يمارسوا الجنس. إيه اللي الكتاب المقدس بيقولوا عن الموضوع ده؟ أيوة، الموضوع ده مهم جدا، صح، لازم نتكلم عنه. لأن في ناس متجوزين لكن هم مجرد أصدقاء، لأن هم مش بيمارسوا العلاقة الجنسية. في ناس كتير بتفكر كده، لا يا أسيس بس الجنس مش كل حاجة. بس هقولك هو مهم جدا، فاهم؟ لأن من غير الجنس حتى كلمة ربنا نفسها هي بتوضح إن ده بيدي فرصة للعدو. دي حقيقة. لأن لو قريت في الأمثال في آية مثيرة جدا للاهتمام بتقول كده، شوف، لما العسل بيبقى ناقص حتى المر بيبقى حلو. عارف هو عايز يقول إيه؟ لو جبناها على الحياة الجنسية، صح؟ لما مفيش، صح، إيه اللي بيحصل؟ حتى الحاجة اللي الشخص كان بيحتقرها الشخص دلوقتي بيبدأ يبص لها بنظرة تانية. يا سلام. صح؟ أحيانا واحدة تانية. دي ست وإحنا ما حتى نقدرش- أبشع كمان. من غير المعتاد إن ست وحشة تبقى مع راجل كان مع بالظبط. واحدة أجمل بكتير، بس ليه؟ يمكن عشان هي اهتمت بيه بطريقة اللي التانية ما عملتهاش. عشان في حاجة ناقصة، فاهم؟ إحنا ما ينفعش نبقى كده، نغمض عينينا على الواقع. صح؟ الناس لا، بس الشخص اللي خان، الشخص ده ما عندوش أخلاق. سهل قوي تدي رد زي ده، عارف؟ وقات مش دايما كده، في ناس بتقعد شهور من غير معاشرة ومن غير أي حميمية جنسية، فاهم؟ واحنا كمان لينا جسد، صح؟ يعني احنا عندنا الضعف ده. وعايز اقرا لك الجزء ده عشان تفهم ان مش انا اللي بقول الكلام ده، كلمة الله، صح؟ موجودة في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 7 من الآية 3 اللي فيها هيدي نصايح للأزواج المسيحيين. شوف بيقول إيه: الزوج يعطي زوجته حقها الواجب لها، وكمان وبالمثل الزوجة تعطي زوجها حقه. المرأة ملهاش سلطة على جسمها، لكن زوجها هو اللي ليه السلطة. وبرضه بنفس الطريقة الزوج ملوش سلطة على جسمه، لكن مرته هي اللي ليها السلطة. ما بتحرموش بعض من نفسكم إلا يمكن بموافقة الاتنين مع بعض لفترة معينة، عشان تقدروا تكرسوا نفسكم للصلاة وبعدين ترجعوا لبعض تاني، عشان الشيطان ما يجربكمش بسبب عدم قدرتكم على التحكم في نفسكم. صح؟ طيب، فهو هنا بيقول حاجتين، صح؟ هو بيكلم عن حاجتين في المجال الجنسي. أول حاجة بيقول إن الزوج مش مالك جسمه، صح؟ لكن مرته هي اللي ليها الحق عليه. هو عايز يقول إن أول حاجة ما ينفعش تفكر في نفسك بس، صح؟ لازم تفكر في اللي قدامك، لازم تحاول ترضي وتبسط اللي قدامك. وإيه أكتر حاجة بنشوفها؟ الناس بتشتكي جوزي يجي وعايز يعمل كده على طول وعايز يرضي نفسه بس، هو بس اللي أيوة، حنان. ما بيضيعش وقت، ما فيش مش عارف المقدمات، يعني بيستغل الست وخلص الموضوع، بيعتبرها جسم وخلاص عشان ينام. صح؟ بالظبط. وبنفس الطريقة الست، صح، هي بتفكر أوقات، بتفكر في نفسها بس، وحتى في الموضوع ده، صح؟ النهاردة مش هعمل كده وبتأجل وبقى دايما تعبانة. أنا عارف إن أوقات الموضوع بيكون صعب، خصوصا لما يكون عندك أولاد. إحنا عارفين الدنيا ماشية إزاي، بس لازم تبذل مجهود عشان خير، عشان صحة الجواز، فاهمة؟ طيب، هو بيقول كده، بصي، ما تحرميش الطرف التاني، ما تمتنعيش على العلاقة الحميمة، فاهمة؟ ساعات بيتخانقوا تقوم الست تروح تلبس بنطلون جينز، صح، وتفضل كده،
فاهمة؟ لا لازم تخلق في بيعتمد يعني ستات عنده- جوزهم ما يصرفش، ما يشتريش كل اللي هي عايزاه، ما فيش علاقة حميمة. مفيش. صح، بص على ده. يعني ده حزين جدا. وبعدين يشتكي، صح، وبعدين ينهي الموضوع، صح. للأسف كم علاقة يا ترى بتتفك بسبب كده، صح. وبعدين يا جماعة البكا مش هيفيد بحاجة، فخلينا نعمل اللي علينا النهاردة، صح. تعال نسعى نرضي بعض. انت سألت شريك حياتك قبل كده، بص ايه اللي بتحبه، ايه اللي بتحبه ايه اللي وايه اقدر اللي مش اعمله بتحبه. وايه اللي مش تقدر تعمل بتحبه. طيب اتكلموا مع بعض وكونوا حنونين مع بعض وحاولوا توصلوا لاتفاق، صح يا غوليو؟ ايوه اللي يكون كويس ليكم انتوا الاتنين يبقى تمام في وجود ربنا هي وهيكون بالظبط. عظيم. واحيانا كده احنا بنتكلم بس اللي ناس كتير هتقولوا يا قسيس يا رب ارحم، صح، لانك اتعلمت في الكنيسة طول حياتك ان الجنس حاجة وحشة، ده غير اخلاقي، فاهم؟ طيب اطلب من ربنا يطهرك من الافكار دي، فاهم؟ انا مش بسلم نفسي بالكامل لجوزي. انا شفت حالة قبل كده، رحت انصح بنت مرة، قالت لي يا قسيس انا اتطلقت من جوزي، هو طلقني لاني ببساطة ما كنتش عايزة امارس الجنس معه، فاهم؟ يعني في حالات اوقات الموضوع جسدي كمان، لازم تروح للدكتور عشان تدور وتعرف ليه انت مش حاسس بالمتعة. احيانا ممكن يكون مش عارف إذا محتاج كنت تعويض بتتمنى. هرموني، احيانا بيكون الموضوع نفسي. الشخص ممكن يكون عنده صدمات في الماضي، اوقات اتعرض لإساءة، او كان عنده تجربة مع اب كان بيسيء لامه. يعني كل حاجة لازم تتعمل بحب. لو انت راجل او ست وجوزك او مراتك مر بتجربة وحشة قبل كده، اصبر وكن حنون، اطلب مساعدة ربنا ودور على ناس ينصحوكم. افتكرت هنا موقف صاحبي من الكنيسة، هو قال لي صح انه كان عنده حواجز نفسية كتير في الموضوع ده، صح. هو جاله اكتئاب السنة اللي فاتت، وساعتها فكرت يا جماعة اللي هو محتاجه فعلا انه يهدى شوية، فاهم؟ وقلت له يا اخويا اشتري لانجري لمراتك. عارف اللي حصل؟ هو قعد فترة طويلة من غير ما يكلمني، لأن يمكن مش لأن أوقات في الدماغ الشخص بتكون الفكرة دي الجنس حاجة وحشة، فاهم؟ يعني أديك مثال، صح. أوقات الزوج يفضل يفكر في دماغه يا ريت أكون سعيد مع مراتي في الموضوع ده، بس لما بقرب منها هيقول حاجة كده، حاجة سخنة شوية، صح؟ ساعتها الزوجة على طول تقول يا ساتر إيه ده، سيبني أقول حاجة. بيننا كده ماشي. لما تكون مع مراتك، هي مراتك، هي حبيبتك، ده حقيقي. ارفع نخب معاها، فاهم؟ أيوه. حضنها شوية وقول لها حاجة، قول لها حاجة لطيفة في ودنها كده، الموضوع بيبدأ. يعني باختصار، صح، مفيش كسوف، ده جوزك، دي مراتك، ده شيء نظيف من عند ربنا جوه الجواز، صح. يعني ما تخافش تنفتح، صح، لأن ده هدف ربنا، ماشي. يعني أنا أتمنى بكون جاوبت على أسئلتكم كلها، وبكل احترام الكتاب المقدس بيقول إنه المحبة هو عايز الخير لغيره، صح كده؟ وعلشان كده خليك دايما عندك العقلية دي، أنا لازم أرضي الشخص التاني، صح. حاول تعرف هو بيحب إيه أو هي بتحب إيه، وأنا متأكد إنكم هتكونوا مبسوطين جدا. قصد ربنا لحياتك ولجوازك إنكم تكملوا بعض وإنكم ترضوا بعض بينكم وبين بعض، ما تدورش على شخص ثالث، ده هيبوظ حياتك. جوازك ده مش إرادة ربنا. لو حاسس إن عيشة الناس التانية أحسن منك، صح، قوم اسقي زرعك، صح. ابتدي أزرع إزاي أقدر أتعامل مع شريك حياتي بشكل أحسن، صح. زي ما الكلمة بتقول استمتع بامرأة شبابك. آمين. فاهم؟ احنا بنكبر في السن ومش دايما بنفضل حلوين، بس لما بنحب احنا مش عايزين شخص تالت. احنا هنفضل أوفياء للعهد اللي بينا من أيام الشباب، وببركة ربنا ده اللي هيحصل، هيكون عظيم. آمين. أنا أتمنى عملت إنهم يكونوا عجبهم. من فضلك ما ترميناوش بالطوب، ماشي؟ إحنا مؤمنين بجد، بس إحنا بنشارك عشان الناس عايزة تعرف، صح؟ دي حقيقة. حضن كبير ليكم يا جماعة، نشوفكم في الفيديو جاي.